عسلامة جيتكم بالسوفلي البنين. الحاسيلو روسيت سهلة مهلة. خدينا 250 مليلتر من الحليب الدافي، عليه مغرفة كبيرة متاع خميرة خبز، عليه مغرفة كبيرة متاع سكر. وباش نستعملوا 500 غرام من الفارينة. 500 غرام من الفارينة من الاول باش ناخد منها كونتيتي صغيرة باش نخليها تتفاعل مع الحليب والخميرة والسكر، وبعديك نكملوا بقية الفارينة نحطها لو طون انه شويه الفارينه هذيا تفاعلت مع الحليب باش نحضر الحشو متاعي اللي هو شويه بصل شويه بصل وشويه فلفل، وحطيت الزيت في كسرونه وفوحتهم بالكركم، نص مغرفه كركم، نص مغرفه ثوم، نص مغرفه فلفل اكحل، حاسيلو الفحات اللي تحبوهم انتوما، ما نقيدكمش باللفحات. هذاك تختوخ جوست هكا باش نطيب شويه البصل والفلفل يعطيو بنه على بنه. ورجعنا للخليط نتاعنا اللي ما شاء الله اتفاعل. دونك كملت الفارينه كيما قلت لكم، نحن استعملنا اون غروسو مودو 500 غرام. دونك خدينا كونتيتي شويه من 500 غرام وكملناها من بعد لا تفاعلت. ومن بعديك اش ناخذوا ابيض عظمه و120 مليلتر من زيت النباتي، نخلطوهم مليح وما ننساوش كرشه متاع الملح. الحاسيلو انا حطيتها تتعجن في العجانه، دونك قد ما تعجنوها وشويه راكم تنجموا تعجنوها بيدكم. الحاسيلو نين تتحصلوا على عجينه تكون طريه اما ما تكونش تتعجن، ما تكونش تشد في اليد. الحاسيلو حطيت فك البول متاعي اللي تعجنت فيها العجينه متاعي، حطيت فيها شويه زيت باش من بعديكا كي نجي نستعمل فيسع نجم نهزها. خليتها ترتاح لي مده ساعتين كاملين. ما شاء الله حاجه تعمل 66 كيف. الحاسيلو من بعد لا ارتاحت اللهم بارك نبدا نشكل فيها. تشكيلها سهل ماهل، لا بالصحفه لا بحتى شيء. ناخذ كل مره كونتيتي صغيره نحلها ونسكرها، يعني ما فماش اسهل منها. عملت لهيسه كما تشوفوا، عملت اكل الحشو هذاك اللي طيبته، عملت الجبونات اللي تحبوا عليهم انتوما. انا جبن ساندويتشات وجبن مرحي، وعملت عندي سكالوب باني من البارح فتفتو بقالي شويه فتفتو، وقلت طيب علاش باش نطيش ولا علاش باش نخليه، خلي نستعمله في الحشو. وكما تشوفوا عملت زيتون واللهم صلي وسلم على سيدنا محمد، وطويتهم ونسكروهم مليح. وقبل لا نطيبهم نخليهم يزيدوا يرتاحوا، خليتهم زيدوا وارتاحوا نصيف ساعة ونسكرهم مليح. وقبل لا نطيبوهم بنصيف ساعة نسخنوا الفور متاعنا على 180 درجة من فوق من اللوطة وندخلوهم يطيبوا. انا راهو ما طولتش الفيديو، حبيت نوريكم الطريقة كاملة كما تشوفوا. ما شاء الله كل إتاب عطيتها حقها، ما حبيش نقص حتى شيء، حبيت نوريكم كل شيء بفرشيته بقلقال. والسلام عليكم. وطلعوا ما نحكي لكمش والله حاجة تعمل 66 كيف. جوست نصيحة خليوها ترتاح لو ماكسيما. شنو اخر عجنوها لو ماكسيما، اعطيوها حقها تعطيكم حقك. الحقيقة تحبوا حاجة بنينة اعطيوها حقها بإذن الله تجي. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. كل حاجة نوسعوا فيها بيننا راهو تجي محليها وتجي بنينة وتجي عسل الدنيا. والله جي سوفلي هشوش قطن مش نورمال يذوب في الفم. فيه كد قرميشة شوية قرميشة، فهمتوا؟ حاجة بنينة، حاجة بالحق كخفلف كما يقولوها، للي موسعات هكايا ما نلقاوش الدبارة. او كأنا زاد كيكا اليوم قلت يا ربي شني باش نطيب غدوة كان حب ربي كسكسي، دونك اليوم لازم تكون حاجة خفيفة نظيفة. اي نعمل سوفلي وبالحق الحمد لله والشكر لله ان شاء الله يا ربي طيب وما خير منه. جي حاجة تعمل 66 كيف. حسيلو ننصحكم تجربوا الروسيت متاعي كيما قلت لكم. كان تحبوا نعاود لكم ما يقلقنيش المقادير ساهلين ماهلين. 500 غرام من الفارينة، 250 غرام من الحليب يكون دافي، 120 مليلتر من الزيت، ابيض متاع عظمه، مغرفة كبيرة متاع خميرة خبز، ومغرفة كبيرة متاع سكر، ورشيشة متاع ملح. هذه هي ما فيها حتى شيء. وقبل لا ندخلوها طيب ديجا باش تشوفوا، خاطر الفيديو مو قال الاخر مش مبسط غادي مو مبسط، باش تشوفوا اني قبل لا دخلتها الفور دهنتها باصفر عظم سامحوني وشويه حليب، ركبتهم مع بعضهم وحطيت شويه سينوج من فوق.
ما تحبوش تعملوا سينوش تنجموا تعملوا كالجرجلان الأكحل، فهمتوا؟ يعني عندكم حرية الاختيار، هاذيك أما ننصحكم ديما اعملوا كالدهنة بالأصفر العظم والحليب، راهو تعطي حاجة مش نورمال. الحاسيلو دويرتي اليوم ريحتها الكل سوفلي اون ديغي هكا محلية حاجة بنينة على الاخر، فوحت لي داري. الحاسيلو ان شاء الله يا ربي تاكلوا ما خير منها، وان شاء الله الروسيت نتاعي تكون عجبتكم. روسيت خفيفة نظيفة من القلب للقلب، ما خبيت عليكم حتى شيء، كانت تتبعوها كما هي بإذن الله بيجيكم نتيجة باهية. ان شاء الله يا ربي نفعتكم بالريسيت متاعي، وان شاء الله الفيديو متاعي يكون هادف، ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وان شاء الله ربي متعنا ويمتعكم بصحة البدن وضوء البصر.